الخير والجمال والفن والإبداع على كل مشاهدين قناة النهار. أهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم الجديد المعمارجي مع بهاء ماهر. وبما إننا بنبتدي معاكم رحلة جديدة في عالم المعمار والتشطيبات، قررنا إن نبدأها معاكم من قلب أمريكا، من نيويورك عاصمة الأحلام، واحدة من أهم مراكز العمارة الحديثة في العالم. وزي ما اتعودتوا دايما مع المعمارجي إننا بنلف مع بعض العالم وبنجيب لكم أجدد وأحدث الاختراعات في عالم التشطيبات والديكورات والعمارة. ولما قررنا ندخل عالم التلفزيون ونقدم لكم برنامج بشكل مختلف، قلنا مفيش أحسن من إننا نكمل الرحلة اللي بدأناها معاكم. مباني بهرت العالم كله وقدر مصمميها إن هم ياخدوا جوائز عالمية بسببها. ومش بس كده، كمان مع المعمارجي هتتعرفوا على معلومات مهمة في عالم التشطيبات واختيار أفضل الخامات. وكمان هنعرفكم أفضل الطرق لاستغلال المساحات الضيقة في بيوتنا أو المساحات الغير مستغلة. نستقبل طول الوقت أسئلتكم واستفساراتكم وهنجاوب عليها مع ضيوفنا اللي هينورونا في الاستوديو. فاستعدوا معانا لأن الرحلة لسه في أولها والمفاجآت جاية تقيلة. يلا بينا نبدأ حلقتنا الأولى مع المعمارجي ونفتح باب لعالم جديد من العمارة. يلا بينا. من وسط زحمة مانهاتن احنا دلوقتي معاكم عند شارع سبرينج، قدام واحد من أهم المباني في مدينة نيويورك. مبنى غريب جدا، أول ما تشوفه تحس إنك واقف قدام بلورة عملاقة طالعة من الأرض ارتفاعها 21 متر، عبارة عن كتل خرسانية مكسرة بميول غريبة ومفيش ولا شباك واحد. الناس اللي بتعدي من قدامه لأول مرة بيفتكروه قطعة فن حديث أو تمثال معماري، لكن الحقيقة يا جماعة إن ده مستودع للملح. إزاي الكلام ده؟ المبنى ده اسمه سبرينج ستريت سولت شيد، وهو عبارة عن مخزن ضخم للملح اللي بتستخدمه مدينة نيويورك، وخصوصا في فترة ذوبان الثلج في فصل الشتاء. لكن السؤال المهم، ليه مبنى بسيط زي ده يتحول لايقونه معماريه بالشكل ده؟ الفكره بدات لما اداره صيانه شوارع نيويورك كانت محتاجه مكان لتخزين عشرات الاطنان من الملح كل سنه، فوقع الاختيار على شارع سبرينج. لكن كان في مشكله، ان المكان ده عباره عن منطقه مليانه سكان ومحلات وفنادق ومعارض فنيه مهمه جدا. يعني باختصار اي مبنى هيتعمل يكون شكله وحش هيعمل كارثه مع الناس اللي قاعدين فيه. وساعتها اداره الصيانه كان عندهم تركيز على حاجه واحده بس، ان هم لو هيعملوا مبنى هنا لازم يكون باحسن شكل ممكن. فعلا تم اسناد التصميم لمكتب داتنر اركتكت، تعاون في اول تصور مع مكتب دبليو اكس واي اركتكتس اند اوربان ديزاين، وده كان نقطه التحول. هنا المصممين المسؤولين عن المشروع بداوا يسالوا نفسهم ازاي نخلي مبنى وظيفته تخزين الملح يبقى شكله جميل ومقبول في حي مهم زي ده، ويساهم في تحسين المظهر العام للمنطقه بدل ما يكون مصدر ازعاج لسكانها. ومن هنا طلعت الفكره الجنونيه دي، ليه ما يكونش شكل المبنى نفسه مستوحى من بلورة الملح؟ فبدأ التشكيل المعماري يحاكي البلورات الحقيقية، فتم نحت الواجهات لزوايا مكسرة وميول كتيرة عشان اللي يشوفها يحس انه شايف قطعة ملح ضخمة متجسدة قدامه. وعشان يحققوا المظهر ده استخدموا خرسانة مصبوبة في الموقع بسمك كبير جدا، وده مش عشان الشكل بس، لكن عشان تكون مقاومة للملح نفسه وما يتمش تآكل المبنى بسرعة، خصوصا كمان وان الجدران محتاجة تتحمل ضغط آلاف الأطنان اللي بتتراكم جواه، وده خلى الجدران بتوصل سمكتها لحوالي 1.8 متر. المهندسين الانشائيين اشتغلوا على ان جدران المبنى تكون بشكل مايل ومبطنه بالفولاذ، وده عشان مش بس تدي شكل نحتي فني، لكنها كمان عشان توزع ضغط الرياح وتقلل تاثير العواصف اللي بتضرب المنطقه. وعشان كده كل تفصيله في المبنى كان ليها سبب. الارتفاع الكبير بيوصل لحد 70 قدم كان ضروري لتخزين لحد 5000 طن من الملح. الارضيات اتدعمت بطبقات حمايه وفتحات ضخمه اتنفذت لتسهيل دخول الشاحنات وخروجها في اسرع وقت، وخصوصا وقت عواصف الثلج. ومع ان المبنى وظيفته بسيطه، الا ان التصميم اتعمل على انه قطعه فن عامه، لدرجه انهم استخدموا ارضيات زجاجيه حوالينه عشان يبين انه طالع من الارض كانه منحوت. وكمان كانوا حريصين انهم يخلوه بيدي مساحه واسعه للناس اللي بتمشي في الشارع، فظهر كانه مش محطوط على الارض، اكنه في الهواء. وخلوه كمان من غير كسوه خارجيه عشان ملمس الخرسانه يبقى ظاهر وصريح ومن غير تجميل مصطنع. ولما خلص المشروع سنة 2015 حصلت المفاجأة. سكان المنطقة نفسهم اللي كانوا رافضين فكرة وجود مبنى حكومي هنا بقوا بيعتبروه معلم مهم من معالم الحي، وبيصوروه وينزلوه على السوشيال ميديا بتاعتهم. والنقاد المعماريين كتبوا عنه كواحد من أجمل المباني الخدمية في أمريكا. في سنة واحدة سنة 2016 استخدموا المبنى في عرض أزياء ضمن نيويورك فاشن ويك. مصمم هيرون بريستون اللي اختار سولت شيد يكون خلفية لعرض أزياء، وبعدها على طول خد جايزتين من الاي اي اي، واحده سنه 2017 عشان تصميمه المستدام، والثانيه سنه 2018، والاثنين دول من اهم الجوائز المعماريه اللي اي مشروع ممكن ياخدهم في الولايات المتحده. في النهايه ده كان اول مبنى قررنا اننا نتكلم معاكم عنه في اول حلقات برنامجنا، واللي حصل في مستودع الملح في نيويورك اثبت ان المباني الخدميه مش لازم تبقى شكلها عادي، وان لو اتعملت بابداع ممكن تتحول من مجرد مخزن لقطعه معماريه الناس تقف قدامها وتبقى منبهره وتتصور معاها، زي ما بيحصل مع سبرينج ستريت سولت شيد. ورجعنا لكم من الفاصل، وقبل ما ندخل في موضوع فقرتنا النهارده
في البداية حابب أبارك وأهني المهندسة المعمارية الفلسطينية الدكتورة سعاد العمري على فوزها بجائزة نوابغ العرب لسنة 2025 عن فئة العمارة والتصميم. وهي جائزة مستحقة طبعا، لأن الدكتورة سعاد كان ليها إسهامات مهمة جدا وساعدت في حماية التراث الفلسطيني من خلال تأسيس مركز رواق سنة 1991. وهي وفريقها عملوا توثيق لأكثر من 50,000 مبنى تاريخي، ده غير ترميم المباني والقرى الفلسطينية التاريخية وإعادة إحياء 50 مبنى تاريخي وتحويلهم لمراكز ثقافية واجتماعية بتخدم المجتمع وتعزز الهوية الفلسطينية ووجودها في المكان. فتحية كبيرة للدكتورة سعاد العمري، وبنهنيها على فوزها بالجائزة. وفي الفقرة دي بقى احنا هنقدم لكم أجدد وأغرب الترندات في عالم التشطيبات والديكور والخامات المستخدمة فيها. وأول اكتشاف غريب معانا النهاردة هو بوتاجاز البورسلين. أيوة زي ما انتم سامعين كده بالظبط، بوتاجاز بيكون متثبت تحت سطح المطبخ المصنوع من البورسلين. البوتاجاز ده بيكون عباره عن ايه؟ ده عباره عن اندكشن كوكينج، يعني بوتاجاز تسخين مغناطيسي مباشر. وده طبعا مش بيشتغل غير بالحلل الاندكشن، ولازم البورسلين يكون سمكه 18 مللي على الاقل. وليه فوائد كتير، ان البورسلين طبعا بيكون سهل في استخدامه في حاجات كتير جدا، خصوصا ان السخونيه مش بتاثر فيه. فلو شغلنا البوتاجاز تحت البورسلين لاي فتره، طبيعي ان يكون فيه سخونيه، لكن بمجرد ما بنقفل البوتاجاز مش بنلاقي اي حراره خالص. والفكرة دي مش بس شكلها شيك ومودرن، لكنها كمان عملية جدا وهتحل مشاكل كتير في المطبخ. أولا هي بتوفر مساحة كبيرة، خصوصا لو المطبخ صغير أو إحنا حابين نستغل كل سنتي فيه. ومميزاته كتير برضه، اللي هي سهولة التنظيف، لأن سطح البورسلين مقاوم للبقع والدهون والحرارة، فالتنظيف بتاعه بيكون أسهل وأسرع، وكمان أأمن لأن الحرارة مركزة على البوتاجاز نفسه، وسطح البورسلين حواليه محمي من التسخين المباشر، وبالتالي بيقلل خطر الحروق أو الحوادث. زائد انه بيدي مظهر شيك جدا. ومن ناحيه الكفاءه بتاعته في الاكل، ففي انواع كتير بيكون فيها نظام توزيع الحراره متطور جدا عشان يحافظ على ثبات درجه الحراره ويوزعها بالتساوي على الاكل اللي بيتعمل. وطبعا اهم حاجه التركيب، لازم يكون على ايد فني متخصص لضمان التوصيل الكهربائي والغاز بشكل امن. ولازم التهويه تكون كويسه تحت السطح عشان الحراره والبخار ما يتجمعوش، وده هيحافظ على عمر البوتاجاز وسطح البورسلين اكتر. نروح بقى مع بعض لتاني اغرب اكتشاف معانا النهارده، اللي هو بصراحه هيخلي ناس كتير تتفاجئ جدا، وهو الرخام الواحد ملي. طبعا ده هتقول لي يعني ازاي رخام 1 ملي؟ بس ده مش هزار، ده موجود حقيقي وانا شفته. رخام حقيقي 100%، سمكه بيبدا من 1 ملي ويوصل لحد 6 ملي، في حين ان الرخام الطبيعي بيكون سمكه من 2 سم لحد 4 سم. وعشان كده الاكتشاف ده مبهر جدا طبعا. وده بيخلي النوع ده من الرخام خفيف وعملي جدا، والرخام ده بيبقى معمول عليه طبقه معالجه، ومن الظهر بيبقى مدعوم بشريحه فايبر جلاس. والمفاجاه بقى ان الرخام ده ينفع يستخدم في حاجات كتير جدا، يعني ينفع يتركب على الحوايط وعلى الاسقف وعلى اي سطح تقريبا من غير اي مشاكل. يعني اللي قدامنا ده رخام طبيعي بس بشكل مختلف خالص، خفيف ومرن وسهل الاستخدام. فهل كان حد يتخيل ان الرخام ممكن يوصل للمرحله دي؟ اكيد لا. حتى انا في تعليقات كتير جات لي على الموضوع ده لما شافوه مش مصدقين. في ناس قالت لي مش معقول يكون رخام طبيعي ومرن في نفس الوقت، الماده صلبه ما ينفعش تكون مرنه، واللي شاف ان ده رخام صناعي، واللي شاف انه مش مستحيل يكون حقيقي، ده ممكن يكون AI. في النهايه احنا قدام اكتشاف واختراع جديد اكيد هيكون اضافه قويه لعشاق الرخام وعالم التشطيبات. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، لكن على سكتش يومنا، استنونا. ومعانا ومنورانا المهندسه المعماريه يمنى الغنيمي، واللي هتكون ضيفه دايما معانا عشان تشرح لنا وتعرفنا بشكل عملي ازاي نقدر نستغل كل مساحه في بيتنا بالشكل الافضل والامثل. كل تفصيله صغيره اكيد بتفرق في الشكل النهائي للمكان. هنبدا بقى معاها النهارده نتكلم عن اهميه التاسيس والتصميم من اول خطوه في فرش البيت، وقد ايه لما نفكر صح من البدايه ده بيريحنا ويوفر علينا تعب كتير واحنا بنفرش. اهلا بيك يا باشمهندسه يمنى. اهلا بيك. قولي لنا بقى ازاي التصميم وتوزيع الفرش من البدايه بيريحنا كتير في مراحل التشطيبات. طيب لما بنفكر في ده في المرحله الاولانيه، ده بيخلينا نعرف نصمم فراغات صح. لو في حاجه محتاجين ناسس لها، حاجه ندفنها، او اي حاجه محتاجين نظبطها في التاسيس من الاول، بيريح علينا خطوات بعد كده في التشطيب. زي مثلا الفيديو هنا، دي شقه هندي عليها اكزامبلز. لو احنا هنتكلم عن حاجات الدفن، مثلا اهم حاجه بيبان فيها الحمام. ده عندنا حمام مثلا، ده اتجاه المنور، بيبقى دايما التويليت على المنور والحوض في الوش، والشاور غالبا يبقى في المكان ده.
نقدر نستغل الحيطه الابيض ده، هو الحيطه اللي هنقدر نستخدم فيها الدفن. فعندنا نقدر نعمل التويلت يبقى دفن، عندنا نقدر نعمل نيش نحط فيه البرودكتس بتاعتنا في المكان بتاع الشاور. هيبان دلوقتي في الفرش لما يخلص ازاي الحاجات التفاصيل دي بتفرق ازاي في الشكل عندنا. ده مثلا مكان الشاور، قدرنا نستخدم الفراغ ده نحط فيه ارفف زي الصوره اللي موجوده. التويلت ده نفس الكلام بقى دفن، فتخلنا الحيطه اللي وراه، والحوض خلاص قدرنا نحدد المساحه بتاعته من الاول خالص. طبعا كل ده لما بيتعمل من الاول بيساعدنا بقى ان احنا يعني نعمل التصميم احسن، ان احنا نبقى عارفين من الاول من مرحله الطوب كل حاجه بيبقى مكانها فين. بالظبط، يوفر علينا بقى الارفف اللي هنعلقها او اي حاجه. احنا اوريدي من الاول بنبقى مصممين الديزاين اللي يخلي المكان في الاخر يبقى شكله كويس وفي نفس الوقت مريح للاستخدام بتاعنا. لا النيش بيبقى شكله حلو جدا في الحمام. بالظبط، ولازم يتاسس له ايا كان بقى هنعمل معاه اضاءه او اي شكل، التويلت المدفون والنيش. الفيديو التاني برضو فكره تانية، الفتحات بتاعتنا ازاي نقدر نستغل الفتحات. بيبقى معانا بقى في الابواب او في الشبابيك. هنا مثلا في الاوضه دي الباب، علشان نفرش الاوضه دي محتاجين مثلا عشان نحط الدولاب كان ممكن نحطه في وش الباب بالشكل ده. لا ده طبعا مش احسن يبقى حاجه، وحش جدا ده، تدخل كده في وش الباب تلاقي الدولاب بالظبط وبيسد الفيو ويكتم الاوضه، فلا مش بنفضل الحل ده. فحاجه زي كده لو احنا لسه بنفكر في المرحله اللي في الاول خالص، انا ممكن اسيب عرض الدولاب اللي هو مثلا ممكن يبقى 60 او 70 سم، ونرحل الباب الجزء الصغير ده يخلينا نقدر نعمل الدولاب في ظهر الباب، فيخلينا نقدر ندخل على فراغ واسع، وفي نفس الوقت ما نحسش بالدولاب كمساحه في الاوضه. يعني نحس ان هو اوريدي خلاص هو اتدفن في السايد اللي فوق ده كله، فما بقاش عندنا المشكله. يبقى ده يساعدني ان انا اكبر مساحه الدولاب وفي نفس الوقت دخلة الاوضه بقت احلى. بالظبط، زي الصوره برضو هتتعرض دلوقتي فيها برضو نفس الكونسبت ده، زي الاوتيلز كده لما بنفتح الباب وتلاقي السايد اللي في الجنب، احنا بنفتح الباب اوريدي خلاص السايد كله بيتاخد في ايا كان الدولاب بقى نحط فيه ايا كان الديزاين بتاعنا، للتلفزيون للدريسر اي حاجه، خلاص انا خدت سايد واعتمدته هو ده. حاجه تانية برضو الفيديو اللي بعد كده هنبين فيه الشباك. انا مثلا عندي دي اوضه نوم كانت تانية، ده كان حمام، فمن الاول خالص احنا بنفكر قلبناه الدريسنج، وعشان نفرش الاوضه دي كان فيها شباكين، في شباك الاساسي اللي بيدخل لنا الاضاءه، وفي كان في شباك من الظهر ده كان تقريبا غربي. فعشان نفرش خدنا السايد الطويل هو ده اللي هنحط عليه السرير بتاعنا بالهيد بورد، وقدامه مثلا يبقى التي في يونت والدريسر بتاعنا. لان الاوضه دي واضح ان يعني وجود الشبابيك دي تعتبر شبابيك كتير على الاوضه كده، مفيش حيطه نفرش فيها بشكل كويس، فطبعا هو لما يتقفل هيبقى احسن في التصميم ده. غير بقى ان يعني يمكن اغلب الكومباوندز بيبقى ليها اشتراطات معينه ان احنا ما نغيرش الواجهه وكده، فعشان كده شباك زي ده لما نيجي نقفله بنقدر ان احنا نقفله من جوه، بس نستغل الحيطه من جوه نفرش عليها، ومن بره نسيبه شباك عادي عشان بالظبط بنقفل بس سايد من جوه، الحته اللي جوه دي بس هي اللي بنقفلها، وبنقدر نركب نفس الشباك اللي موجود في الجزء الخارجي بحيث انه ما يتغيرش في الواجهه، حتى لو هو مش كومباوند، حتى لو هي واجهه عاديه، عشان ما نغيرش منظر العماره او ايا كان. بالظبط، فنحافظ على الشكل اللي موجود وفي نفس الوقت ما يضايقناش. والاوضه الثانيه خلاص عشان احنا عارفين من الاول، فاحنا اوريدي خلاص بدانا نقسمها عادي كالدريسنج بتاعنا، يعني ما فيهوش اي مشكله. الفراغ بقى اللي بعد كده، الفيديو اللي بعد كده، هنا كان عندنا الجزء اوضه تانية ما كانوش محتاجينها في البيت ده، ومساحه المطبخ كانت صغيره. فعشان نعمل كده احنا فكرنا ان احنا هنلغي الاوضه دي وهنعمل مكانها زي جزء صغير يلبي بقى احتياجات اللي ساكنين. اول حاجه فكرنا فيها ان احنا هنعمل جزء يبقى لوندري، يبقى فيه الجزء مثلا بتاع الستورج، الغساله بالحاجات بتاعه اللوندري بتاعتها، الحاجات اللي بنحب نخبيها دي والكركبه دي، يبقى خلاص ليها سايد لوحده زي الصوره دي كده. مهم جدا فعلا استغلال اماكن يعني نعمل مكان لكل حاجه تستخدم عشان ما نعملش كركبه كتير. يعني زي الصوره دي كده بتبين ان احنا ازاي نحط الغساله بشكل كويس، هي بقى جزء المنظفات بتاعتها واماكن تجميع الهدوم والكلام ده كله. بالظبط، بنأسس لها من الاول خالص ان يبقى ليها فراغ في البيت نقدر نحطه فيه. الجزء بقى اللي كان جوه في الفيديو، الجزء الثاني اللي هو هيتعمل مكتب. بالظبط احنا قفلنا الججزء اللي جوه ده، كان صاحب البيت برضو عايز يبقى ليه مكتب خاص بيه، فالجزء اللي عند الشباك هو ده اللي عملناه كمكتب.
كان في هنا بقى عملنا كتف كده برزنا بيه هنا وردينا بيه بكتف تاني هنا. الاكتاف دي لما بنفكر فيها في الاول بيخلينا نقدر نعمل ديزاين يبقى اكنه مخفي في الحيطه، ما نحسش ان الحاجه بارزه، ما نبقاش ماشيين جنبنا الجنب بتاع المطبخ، لا انا اوريدي بمشي بلاقي على طول المطبخ بدأ معايا. بداري في السياحه الجنب جدا بتاع الثلاجه والجنب بتاع ضلفه المطبخ والحاجات دي بالظبط، كلها. بيحميه بقى، بيحمي الخشب وبيحمي الاجهزه بتاعتنا. زي برضو الصوره اللي كانت للمطبخ هتلاقي فيها الكتف ده ظهر قوي. شكل الديزاين مع الاوبن كيتشن حلو جدا. بالظبط، الكتف ده كده لما ظهر معانا قدرنا نخبي فيه المطبخ ويبقى الديزاين بتاعنا من غير اي حاجات بارزه معانا. باشمهندسه يمنى، شكرا جدا على المعلومات الجميله اللي قلتيها لنا النهارده. لا. وان شاء الله في الحلقات اللي جايه نشوف افكار احلى ونشوف افكار اكتر لطريقه الفرش وتوزيع البيت ان شاء الله. فاصل ونرجع لكم تاني نكمل بقيه فقراتنا في المعماري. الجمعة 19 من ديسمبر، حفل إعلان وتسليم جوائز مهرجان الأفضل 2025، تكريم كبار النجوم والشخصيات العامة بجوائز إنجاز العمر والإبداع الفني، وبتصويت الجماهير وأقوى لجان التحكيم معا. من هم الأفضل؟ اسألوا عني هيقولوا إني ملك السيطرة، هنا أنا معلم. في السينما، الدراما، الغناء، الراديو، التلفزيون، الإعلان، الدراما العربية، المحتوى الرقمي. الموسم 11 من مهرجان الأفضل 2025، الجمعة 19 من ديسمبر، فقط وحصرياً على قنوات النهار وموقع وشوشة. الأفضل لمن يستحق. الفقرة دي بقى احنا هنقعد فيها مع ضيوفنا قعدة رايقة كده، نحكي ونتكلم عن أهم المحطات في مشاورهم وأهم وأبرز المشاريع المعمارية وأعمال التشطيبات اللي نفذوها. وأول ضيوف 2 شاي منورنا صديقي باشمهندس محمود عزوز. نورنا يا باشمهندس. الله يخليك يا هندسه. اولا ببارك لحضرتك على البرنامج. حبيبي الله ثانيا انا يبارك فيك. فخور بيك جدا كاخ وصديق، وان شاء الله تبقى انت كده راس السهم اللي تودينا كلنا في حته تانية، احنا والمجال كله ان شاء الله. يا رب. لا والله ده انت شرفتني. الله يخليك، مبسوط جدا ان انا من اوائل الناس اللي انت استضفتهم، يعني دي حاجه تشرفني جدا والله. حبيبي يا باشمهندس. الله يخليك. طب في البدايه بقى قول لي كده، 2 شاي ولا 2 قهوه؟ لا 2 شاي بقى، احنا في الموقع بقى. 2 شاي، انا كنت متوقع الاجابه دي. طب عايزك بقى تحكي لي عن، يعني انت طبعا مهندس تشطيبات قد الدنيا الله يخليك. وبتشطب ناس كتير وبتقابل عملاء كتير كل يوم، احكي لي مين اغرب عميل قابلته؟ والله هو في عملاء كتير يعني كده، بس طبعا انا العميل الغريب ابقى انا ما شطبتلوش خلاص يعني. بس في من العملاء، يعني في حد شطب معايا قبل كده وبعدين جاي بيشطب تاني، فهو قاعد يحكي لي ان هو اخوه مسافر وهو بيشطب لاخوه، وبعدين مرات اخوه بتكلمنا، وبعدين بس بتتواصل معاه هو عن طريقه، وبعدين بتختار ويقول لي مش موافقه لحد ما وصلنا في الاخر ان احنا عرفنا ان دي مراته الثانيه. بجد والله. ده انا شطبت له. يا لهوي. بس سره كبير يعني ما. لا سره كبير على الهوا خلاص تمام، ما تقلقش ما تقلقش. طيب طب احكي لنا بقى، انت في قصه غريبه كده كنت سمعتها منك قبل كده عن العميل الصيني اللي شطبت له معرض السيارات ده. انا مش عارف ازاي ممكن صيني يتواصل مع حد في مصر يشطب معاه، والحد ده يكون انا. فاتواصلوا معانا ناس مصريين عادي خالص، مهندسين كمان، ورشحونا ليه، ورحنا في المعاينه بنتكلم. طبعا احنا رايحين جروب من الشركه وهم جروب، فطبعا هو واقف وهم بداوا يعرفوني عليه، لان انا كنتش عارف ان هو مستثمر صيني، وشكله طبعا صيني تماما يعني. وبدا يتكلم بقى ويحكي هيعمل، هم بقى بداوا يتكلموا ويحكوا هيعملوا ايه وكده. خدت منهم الانبوت كله وبدات اقول لهم هنعمل ايه، وبدات اشرح المكان هيحصل فيه ايه. بعد ما خلصت طبعا انا مش مدي اخوانه، هو الراجل واقف المفروض هيشرحوا له بعد ما انا اخلص يعني.
فبعدين لقيته بيقول لي الراجل ده 100% هيبقى صيني لوحده. بجد والله. والله ده تمام، وقعد يتكلم مصري. انا طبعا عمال اتكلم واقول لهم يا جماعه بفهموه طبعا، هو ما انت اعرفش بتتكلم مع المترجم عشان يشرح انا لك. مش عارف بقى هو هيفهموه ازاي ولا هيشرحوا له ازاي. آه. في النهايه اخر الموضوع لقيته بيتكلم مصري، لقيته بيرمي افيهات مصري، بيتكلم مصري مش بيتكلم عربي، يعني مش لغه بيتكلم عربيه. مصري. ده عايش هنا بقاله كتير. هو عايش بقاله 9 سنين وعامل معرض سيارات بالكهرباء، ولسه ان شاء الله هنعمل له فرع تاني. فشيك جدا، محترم جدا، اخلاق جدا، ونازل يستثمر في مصر ومبسوط جدا. فطبعا النوع ده من الاستثمارات مفيد جدا جدا للبلد، وهو كشخص كمان يعني امين جدا. فبصراحه ده كان من عملاء برضو القليلين او العملاء الغراب بقى فعلا، لان انا ما كنتش اول مره اتعامل مع حد صيني في حياتي وبيتكلم عربي، فانا فاهمه تماما يعني. لا ده انت على فكره اصلا في الموضوع ده كمان انت يعني تعتبر بتمثل المصريين قدامه. بالظبط، لان هو جاي يتعامل مع مهندس، فانت بتمثل فئه المهندسين بالظبط. قدامه. اليوم حتى اللي كنا نروح نصور فيه لازم يبقى لابس كويس، بيتكلم كويس، عشان هو بيمثل الصين وبيقول لي كده. يعني هو كان مهتم قوي بمظهره حتى في الفيديوهات اللي احنا صورناها، لان هو برضو دي حاجه كانت يعني مهمه، ان احنا عندنا السوشيال ميديا، فهو عاوز يعمل ماركتنج. فعملنا له تشطيب وماركتنج الاثنين مع بعض يعني، فاستفاد، فكان حاجه كويسه يعني. أيوة. بس صراحه كان عميل مميز جدا يعني بصراحه. لا هي اهم حاجه طبعا في مهندس التشطيبات ان لازم يكون الامانه يعني. طبعا. طيب في لما يكون العميل من الناس اللي بتحب الاضاءه الطبيعيه، كنت حكيت لي على حد عملت له سكاي لايت، الفكره دي عجبتني جدا، ممكن برضو نحكي هي تحفه. هو كان في اكستنشن للمكان وكان بيتعمل خرسانات واتعمل بالفعل، وكان في يعني شبه مشكله انشائيه. المهم في الاخر قلنا ان السكاي لايت دي هتبقى حاجه زي لايت سيستم كده، ما تبقاش بتدوس قوي على السقف وكده، وبعدين هتدخل له اضاءه طبيعيه. فهو طبعا لما نيجي ننفذها في مشكله، لان هي غاليه جدا والاستراكشر بتاعها غالي جدا. فبدانا نعمل استراكشر كده بديل للسكاي لايت اللي بتتعمل في كذا بلد بره مصر حتى وجوه مصر. والاضاءه بعد ما خلصت هو الراجل يعني مبسوط جدا واحنا مبسوطين جدا، وصورنا تركيبها. فان احنا نعمل شباك في السقف، يعني هو يعتبر شباك ولكن بيدخل اضاءه بس، فبيدخل اضاءه طبيعيه. الاتموسفير في المكان مذهل. مذهل طبعا. لازم يكون الدور اللي فوق تبعه يعني عشان فهو الدور اللي فوق تبعه برضو، فهو استغنى عن الحته دي، وبدانا نفتحها في السقف، وتصبت اصلا مفتوحه ومعمول لها طبعا اناليسيس وكل حاجه. وانا كان في فيديوهات حتى هنشوفها، هي دي لسه ما خلصتش، هي دي اندر كونستراكشن، بس خلاص هو ركبت والمطره مطرت، ما فيش ميه بتنزل، واختبرناها وكل حاجه. تخيل بقى انت بتبص كده في السماء، الشمس داخله ومطره وكل حاجه، وانت قاعد بتتفرج على السماء الصافيه طول ما انت قاعد في الريسبشن. فطبعا من احلى الحاجات اللي نفسي تنتشر يعني ثقافه السكاي لايت دي تنتشر في مصر. خطيره، بتاثر في النفسيه وبتدي وسع طبعا للمكان. المكان اول ما هي اتفتحت واتركبت المكان وسع بشكل مش طبيعي، والمكان بقى الاتموسفير بتاعه والفايبس بوزيتيف جدا. فدي حاجه رهيبه بجد يعني. حسبته بقى يعني، اصل انا عارف برضو الازاز بتاع السكاي لايت يعتبر حمل برضو على السقف. احنا حسبنا الاول، هو اخف من الكونكريت اكيد، بس صح. حسبنا السبيسنج اللي ما بين الازاز والازاز، وبدانا نزود دعامات، واصلا هو ستراكشر الومنيوم قوي جدا والدبث بتاعه كبير، وهو الومنيوم فخفيف عن الحديد شويه. فلما اتعمل بقى واتحط الازاز، طبعا الازاز 3 لايرز، فطبعا عشان ما ينزلش لا ميه، وعشان الشمس كمان ما تخشش بشراسه، لان برضو الشمس انت مش هينفع تبقى في الشارع. صح. فبرضو من اكتر الاماكن المعرضه لاشعه الشمس. بالظبط. فطبعا اشعه الشمس بتتكسر شويه، فالدنيا بتبقى اهدى يعني. فكل حاجه لا اتحسبت الحمد لله، واتعمل لها اناليسيز ونفذنا الحمد لله. وطبعا من الحاجات المهمه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، طريقه الفرش وتوزيع الفرش. يعني انت اكيد برضو لما تعمل فتحه في السقف صح، لازم تعمل حسابك برضو ان هي ما تجيش في نص كنبه، ما تجيش في معماري يا جماعه. يعني تيجي مثلا تحتها ترابيزه او صح حاجه. صح. احنا حاطين في الحته دي زي هول، ومحطوط تحتيها شجره طبيعيه، يعني في حاجات بقى هتتعمل في الانتيريور بحيث ان دي الفرش هيكون حواليها. فهنفرش حاجه كده سنترلايزد، وهنفرش حواليها الفرش كله، وحتى مفيش تي في في الحته دي، التي في في الليفنج. فاحنا مرتبين فعلا مظبوط يعني. هي فعلا بتغير الديكور والفرش جوه بشكل غريب جدا يعني. طبعا. لا انت طبعا يا باشمهندس بتحب تعمل دايما الحاجات الغريبه والجديده، زي برضو الشقه اللي كنت حكيت لي عليها، عملت الكيرفز ازاي بالمحاره، كانت جميله. انا شخصيا استفدت جدا من الفيديو الله ده. يخليك. طب احكي لي بقى ايه المكتب الغريب اللي انا كنت شفته قبل كده، كنت عامل مكتب غريب كده. انا لسه يعني انا وريته لك ما بيننا، بس انا لسه ما نزلتوش يعني، هو ممكن هيتعرض. ده مكتبي بجد والله. ايوه
هو لسه هينزل له فيديوهات وحاجات كده، بس هو المكتب ده اتعمل له ستراكشر. انا عاوز اعمل مكتب غريب. دي شريحه معانا دلوقتي اهو بنشوف. دي شريحه من الحديد خلاص ملفوفه، هي شريحه كانت طويله لفيناها لفه بحيث ان الجزء الشمال والجزء اليمين يبقوا الاثنين محققين نفس الويت. وبدانا نزود الويت في الجزء كمان اللي هو فيه كيرف ده، بحيث ان هي تبقى ستيبل من غير ما نحط لها ركيزه تانية. وزن الشريحه دي كأنه طاير، ده في حد واقف عليه كمان. في حد واقف عليه. ما احنا يعني صورنا عشان ده لسه ممكن حد واثنين وثلاثه كمان. الحاجه دي اتعملت في اسبانيا قبل كده او ايطاليا، مش فاكر حد عملها، وانا جيت بقى قلت ما انا عاوز اعملها الصراحه. فهي ما كانتش معموله مكتب، ولكن انا قلت هعملها مكتب بقى، وعملتها بابعاد تناسب المكتب. على فكره ده حجمها كبير جدا، يعني طوله 2 متر وشويه. فدي شريحه 510 كيلو ومحطوطه من غير اي حاجه، يعني انا رافعها على رخام عشان تبقى متاكد ان هي مش متثبته في الارض. وطبعا دهناها، وطبعا حوالي 12 13 راجل دخلوها واوناش بقى عشان تحملها على العربيات. فالموضوع يعني لا بس شكلها اصلا يعني متهيألي اي حد هيخش المكتب يعني هيتفاجئ. ما هو مطلوب يتعمل مكتب غريب يعني. طبعا. عشان طبعا هو جاي يشطب عندنا، فلازم يلاقي حاجه غريبه. لازم يشوف حاجه غريبه. قعدت ادور على مكاتب، لقيت مكاتب كلها شبه بعضها، فقلت لا لازم اعمل حاجه يونيك يعني. والحاجه دي بجد احنا عملنا لها كذا تراي، يعني ممكن مثلا 10 مثلا، بجد مش ببالغ. ورحت لها 4 ايام، وحديد كتير اترمى وباظ عشان اوصل للقصه دي، واتعمل لها اناليسيز على سوليد وورك ونفذناه وباظ بعديها. بعد كده قعدنا بقى نعمل ترايند ايرور لحد ما ظبطت. فالموضوع كان مرهق وصعب جدا، بس اتعمل الحمد لله. لا ما شاء الله عليك يا باشمهندس. الله يخليك والله. طيب ايه المكتبه بقى اللي كنت في مكتبه كنت قلت لي برضو عليها عملتها العميل؟ كان في محمد علاء طبعا، يعني هو بلوجر برضو معروف، كان عاوز يعمل مكتب بسيت اب ان هو يصور فيه الكونتنت. فطبعا في اماكن كتير في المكان مش مناسبه ان هو يبقى بيصور، وفي مثلا كافي كورنر فيها بقى يوتيليتيز كتيره بقى وحاجات وبتاع وكده. فعملنا حيطه كده خلاص الحيطه دي فيها مكتبتين، مكتبه وراها كافي كورنر دي اللي احنا هنعرضها، ومكتبه تانية وراها تويلت كامل. فعشان التويلت ده ما حدش يشوفه، فما حدش يعرف ان ده تويلت، فما حدش يستخدمه اصلا. والناحيه التانية عشان لو حد جاله ضيف هو يبدا يفتح المكتبه دي، والصعوبه فيها ان هي بتتفتح وبتلوك، عشان لو اتفتحت وبقت لوس كده هتخبط الشخص اللي بيستخدم جوه. المفروض تتفتح وتلوك عشان الشخص يقف قدامها ويستخدم، يعمل بقى في مكان اسبريسو وفي حاجات جوه، فاي ماشين جوه يقدر يحطها براحته خالص. طبعا المكان جوه مش منظم براحته. عشان كده عملنا بقى القصه بتاعت المكتبه دي، وعليها حاجات وكتب وحاجات متثبته بمغناطيس. على يعني حاطين حديد ومغناطيس عشان لما يفتح الحاجه ما تقعش. يا سلام على التفاصيل. يا سلام على التفاصيل. فدي كانت من الحاجات اللي كانت صعبه، ما كنتش عارف اعملها ازاي بصراحه. وقعدنا وصلنا بقى لحد وهو قافش انا عاوز كده. ففي الاخر خلاص هو عاوز كده، والحاجه دي بتتعمل في الحقيقه، خلاص يبقى لازم ننفذها يعني. انت دايما دي من الحاجات الصعبه الجميله والجديده يا باشمهندس. ربنا يخليك، تسلم ايدك وشرفتنا. ده شرف ليا وشكرا على انك جيت. الله يخليك. يعني وعلى المعلومات الحلوه اللي قلتها لنا. الله يخليك، ده شرف ليا، والف مبروك على البرنامج، وحاجه تشرف، وان شاء الله في تقدم دايما باذن الله. شكرا يا باشمهندس. الله يخليك. بنتمنى لك كل التوفيق في السنه الجديده ان شاء الله، وان شاء الله الشركه تكبر كده وتبقى اكبر شركه تشطيبات في مصر. الله يخليك. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبكده مشاهدينا نكون خلصنا اول حلقات المعمارجي. استنونا بقى ان شاء الله الاسبوع اللي جاي من كل اسبوع في رحله جديده من رحلات المعمارجي. سلام.